معليش خصك تهضر. اهلا وسهلا، تحيه طيبه لكل متابعي ومتابعات موقع البالون. غادي نحاولوا ان شاء الله في حلقه اليوم على اننا نطرقوا كذلك دائما لمباراه الجيش الملكي وفريق النهضه الرياضيه البركانيه، مباراه اياب نصف النهائي بعد ما فريق النهضه الرياضيه البركانيه انهزم في المباراه السابقه وتفوق فريق الجيش الملكي على الفريق البرتقالي. غدا مباراه مهمه بالنسبه للكره المغربيه والكره الافريقيه. غادي نعرفوا الفريق اللي غادي يصعد للمباراه النهائيه، وكما كانت النتائج ديال المباراه بصفه عامه والنتيجه تاع المباراه فاللي داز للمباراه النهائيه. نتمنوا له ان شاء الله التوفيق ويكون اللقب مغربي 100%. لا حديث ما بين انصار فريق الجيش الملكي وانصار فريق النهضه بركانيه الا عن هذه المباراه. البارح طرقنا لمجموعه من النقاط مع الضيف اللي كان ضيف ديالنا سي حسن الحسيني، واللي تكلم بصفه عامه على المباراه. اليوم على عكس العاده فغادي نحاولوا على اننا نتكلموا تقنيين، وباش نتكلموا تقنيين ضروري على اننا نستضفوا واحد من اللي مختصين في هذا المجال، وطبعا معنا الاطار الوطني والمحلل الفيديو سي منعم الرمضاني مباشره من بلجيكا، هو اللي غادي يرافقني في التحليل بالنسبه لهذه المباراه. مرحبا سي منعم. شكرا سي محمد على الدعوة، نتمنى ان شاء الله نفوتوا واحد اللقاء اللي يكون مثمر ويكون ربما يفيد الجمهور ديال سواء فريق الجيش الملكي ولا فريق النهضة البركانية بالخصوص. نتمنى ان شاء الله نكونوا خفيفي الظل على المتتبعين ديالك ان شاء الله. شكرا سي منعم. فطبعا شرف لنا انك تكون حاضر معنا. فاولا قبل ما نمشيو للتحليل بالنسبه لهذه المباراه، فطبعا بغينا على انك تكلمنا واحد شويه على المباراه، كي شفت المباراه ديال الذهب وكي كتشوف المباراه ديال الاياب. مباراة ديال الذهاب سي محمد، يعني بلغة الأرقام كاين واحد المعطى يعني عنده دلالات كبيرة. المعطى انه كاين زيرو تير كادري نتاع النهضه البركانيه في الشباك ديال تاكناوت. يعني فريق النهضه البركانيه ما سددش حتى اي قذفه
مؤطره في الشباك ديالها. هذا يعني بدينا بواحد المساله اللي هي نيجاتيف باش نقولوا على انه مباراه ما عكستش هذيك الصوره ديال فريق النهضه البركانيه اللي عاهدنا بها، اللي فريق اللي ناور، فريق اللي عنده اسلوب لعب، فريق اللي يقنع خاصه على مستوى الهجوم، فريق اللي يجيد اخراج الكره، فريق اللي عنده يعني مميزات الفريق كبير. الا ان الاداء في هذاك النهار هذاك كان ربما مجموعه ديال الاسباب ما غاديش نخوضوا فيها، ربما الغيابات، ربما مجموعه ديال المؤثرات، الا انه كما قلت لك حاجه يعني الاساسيه اللي لاحظناها في اللقاء الذهاب على ان النهضه البركانيه ما ظهرش بالصوره الحقيقيه ديالها. فريق الجيش الملكي استطاع على انه يسجل هدفين، ربما ربما نظن على انهم لان الهدفين غادي يكون عندهم واحد التاثير ربما بالغ، لكن هذا الشيء كامل ما غاديش ربما يقلل من العزيمه ديال اللاعبين ديال فريق الملكي للرجوع ان شاء الله في اللقاء. عموما لقاء الذهاب لقاء لميسان فريق النهضه البركانيه باش يستخلص به العبار، يستخلص به الصور، باش يراجع اوراقه، باش يراجع ربما حتى التشكيله الاساسيه اللي خصها تدخل، باش يراجع مجموعه ديال المسائل وخاصه مجموعه ديال اللاعبين باش يراجعوا حتى لونغاجمون ديالهم، لانه لو كان غادي نمشيو اون ديتاي كاين مسائل كبيره. كاين نعطيك واحد المثال على انه مثلا من الاحصائيات اللقاء كذلك على ان اللاعب اللي لمس الكرات بزاف هو اللاعب بوخريس، 77 مره لمس الكره، يجي موراه خيري ب 69، شويه 56، بينما كاين لاعبين اللي ما تعداش عدد لمسات الكره ديالهم 36 لمسه. هذا الشيء هذا اللي يبين على ان لامبليكاسيون ربما ديال تينور ديال اللعابه اللي كانوا كبار ما كانش هذيك الاضافه ديالهم. الشيء اللي كما قلت لك خص في لقاء العوده ان شاء الله تكون مراجعه ديال هذه الاوراق هذه، وتكون قراءه تقنيه ديال هذه الاحصائيات هذو اللي غادي ربما يمدوا الطاقم التقني ديال فريق النهضه البركانيه باش يخليوه يديسيدي دي شوز اون كالم، ويحاول يدارك هذا الخصاص اللي كان عندنا في اللقاء الذهاب. فعلا السي منعم. وباش نمشيو يعني فعليا يعني بالتطبيق وبالواقع السي منعم، فإلا تكلمنا على فريق الجيش الملكي طبعا عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف، فما كرهناش على انك ترجع معنا واحد شويه للخلف وتناقش معنا بعض الحالات طبعا اللي كيبقاو حالات اللي اختارهم الاطار الوطني ديالنا السي منعم في احدى المباريات. ونبداو طبعا بالمباراه ديال فريق الجيش الملكي امام فريق الاهلي. فتكلمنا واحد شويه في هذا الفيديو وحللنا ووضح لنا الصوره خاصه فيما يتعلق بنقاط ضعف ديال فريق الجيش الملكي في هذه المباراه هذه. ونطلبوا السي محمد يعطينا كذلك الصوره ديال الفيديو. هنا في هذه اللقطه هذه ضد فريق الجيش الملكي درت واحد الدراسه للهدف اللي تلقاه فريق الجيش الملكي، ويعني سلطت الضوء على لو بوزيسيونمون ديال الحريمات، حيث انه بغيت نبين واحد نقطه ضعف في وسط ميدان فريق الجيش الملكي، كون ان حريمات هذاك اللاعب متميز في قضيه في بوزيسيون دو بال، في لا سورتي دو بال، هو المايسترو ديال الفريق، هو لكن دفاعيا في هذيك لا روكونفيرسيون ديفونسيف من تكون مثلا هنا انسلال ديال لاعب خصم، كاين واحد البطء ديال حليمات باش يتبع لا كورس كما نشوفوا هنا كما شفنا في هذا اللقطه ديال اللاعب ديال الجيش الملكي. هنا هذا واحد نقطه ديال نقطه او موان لفريق الجيش الملكي في وسط الميدان، تبين على انه ربما كاين هذا سي ان فيلون بتاتخا اكسبلواتي، واحد الحاجه اللي يقدر يكسبلوتها فريق النهضه البركانيه، خاصه اذا عرفنا على انه عنده لاعبين سراع في الاختراق ديالهم، خاصه مهري ولا شويعر ولا دونك الرجوع ديال حريمات للدفاع، هذيك الدخول ديالو من الوسط الى الدفاع كيكون واحد الرجوع بطيء، ربما ممكن يستغلوا فريق النهضه. كذلك هنا كما نشوفوا هذا المساحات اللي كاينه
في لي زانترفال. فريق الجيش الملكي الى توندونس باش كيخلي اونتخ في لي زانترفال اونتخ هذوك المدافعين يكون هنالك مساحات. ربما يتم كذلك ان فريق النهضه البركانيه يستثمر هذا الخصاص هذا وهذه نقطه الضعف هذه باش ربما يعني يكون هنالك انسداد ولا يكون محاوله ولا دونك هذا سي ان دي بروميي بوين اللي لاحظنا على ان فريق الجيش الملكي ربما في شخص حليمات، ولكن ماشي في لا فاز دو كونستركسيون دو بوزيسيون، لا فاز دو ريكونفيرسيون كيكون شويه لون كيكون شويه بطيء في الرجوع الى منطقه الدفاع. والشيء اللي كما قلت لك يكون واحد يعني يكون واحد لو فيلون للفريق النهضه البركانيه باش ممكن يستغلوا ان شاء الله يوم اللقاء. كذلك نبقاو السي منعم في الهدف الثاني ديال الفريق الاهلي، او الفيديو رقم 2 اللي اختاريته انت بالنسبه للفريق الاهلي، وتكلمت على الارتباك عند الضغط العالي. تمام. النقطه الثانيه اللي لاحظتها في دراسه اللقاء ديال فريق الجيش ضد الاهلي على ان فريق الجيش في سورتي دو من كيكون الخصم كيطلع واحد العدد كبير من اللاعبين تزيد من 5 تاع اللعابه باش يكزيرسيو هذاك لو بريسينغ اغريسيف او هذاك الضغط الجماعي يعني المتقدم. شوفوا هنا 4 ديال اللقطات ب4 اختاريتهم على انه كيرتكبوا اخطاء في التمرير سواء عند الدراك سواء عند حريمات. دونك هذيك لا بريسيون ديال لادفيرسير من تكون واحد لا بريسيون اغريسيف ويكون واحد الضغط اللي هو ضغط كبير وواحد الضغط اللي حاد. هذا الشيء يربك لاعبي فريق الجيش الملكي ويخليهم يرتكبوا اخطاء في التمرير كما شفنا هنايا. هاد لي كات فاز هذا اللي شفناهم في هاد لي كات فيديو هاد 4 ديال الفيديوهات كان ربما ممكن الفريق الاهلي من يستحوذ على الكره هنايا يمشي ديريكتومون لو بيت، لكن لحسن الحظ لفريق الجيش الملكي على انه ما تسجلش شي هدف، لكن كان ممكن جدا لان الاخطاء اللي تركبت اخطاء جسيمه وكانت كان مباشره تحول، كان مباشره فريق الاهلي يوجد نفسه في المرمى. هنايا نفتح واحد القوس السي محمد اذا سمحت لي باش مرحبا. نقارنوا هادشي باش كما نقولوا جوان لوتيل على غرياب باش نقارنوا هذا الشيء هذا بفريق النهضه البركانيه. في حاله ما اذا فريق النهضه البركانيه حاول يستافد من هذه الخصوصيه هذه ديال ارتباك لاعبي الجيش الملكي في الخروج من يكون واحد الضغط عالي وغادي تسنى لهم فرص بحال هذو الفرص اللي جاوا للاهلي. النصيحه ولا المساله اللي خص ياخذوا بها لاعبي فريق النهضه البركانيه على انهم خصهم يكونوا دي كيلر دوفون لو بيت، خصهم يكونوا يعني كما نقولوا ما يرحموش، خص تكون هنالك فعاليه. لانه لاحظت مؤخرا كاين واحد الشتات شويه امام المرمى، ما كاينش ليفيكاسيتي دون بار، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ما كاين شويه ديال الانانيه. كنشوفوا بزاف تاع اللعابه الا لاحظتوا مجموعه ديال اللقاءات واحد اللاعب يزعف على الزميل ديالو علاش ما عطاروش كره. خص ربما هنا يكون واحد ديبريف قبل حاله ما اذا استحوذنا على الكره في هذه الجهه ولا في هذه الجهه واللاعب مشى، خص يكون طاريوس وخص يكون كيما واحد النجاعه، لانه كاين هنايا ممكن نستغلوا هذا الفرص اللي غادي تجي عن طريق هذا الى اكزرسيناه. لكن خصنا نكونوا ناجعين ونكونوا افيكاس دوفون لو بيت وما نكونوش انانيين ونختاروا الحل اللي هو يعني انجع للجميع. ما لان كره القدم كره جماعيه ماشي فرديه. الاكستروا لاعب الى ماركا راه ماشي ماركي للسوري، ماركي الفريق كامل، ماشي هو اللي غادي يفوت لو تور، الفرقه كامله هي اللي غادي تصل لو تور. فعلا السي منعم نبقاو دائما في هذه النقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق الجيش الملكي. وغادي ناخذ حاله ثالثه. هذه المره اختاريت السي منعم على انك تتكلم على مباراه اللي كانت قاريه. نمشيو للمباراه ديال فريق الجيش الملكي في مباراه في الدوري المحلي امام فريق اولمبيك تشيرا، وكان هناك تلقى هدفين. نعم السي محمد، انا يعني قصدت باش ندير زوج ديال لي كاليبر نتاع لي زادفيرسير. واحد الكاليبر اللي هو افريقيا كاس افريقيا الاهلي كما شفنا، واختاريت كذلك باش نشوف واحد الفريق اللي يكون مستوى متوسط جدا
باش نمرر واحد الرسالة كذلك للاعبين على أنه فريق الجيش الملكي ممكن يعني فريق هو بواحد الإمكانيات بسيطة جدًا، فريق متوسط في الترتيب وربما متدني الترتيب، أنه استطاع أن يحرج فريق الجيش الملكي. ومشيت درست هذوك الهدفين اللي حققوهم فريق تشيرا باش نبين على أنه يعني هاد l'équipe de l'EFAC elle est prenable وعندها مجموعة ديال الأخطاء على مستوى الدفاع. الهدفين إلى غادي نبداو بالنقطة الأولى إلى سمحت السي محمد، ممكن نرجعوا باش يكون هنالك واحد التناسق من باش نبين الفكرة يعني كوم يلفو. الهدف الأول يجي من بعد واحد محاولة ديال فريق الجيش الملكي الاختراق ضد واحد لو بلوك كي با اون 4-4-2 باش لاعبين تشيرا. من غادي اللعابة ديال تشيرا يفتكوا الكرة غادي بإلحاح غادي يمشيو امورسيو هذيك لا كونتر اتاك رابيد هذاك الهجمة المضادة. نقطة الضعف فين كاينة هنايا السي محمد هو أنه هذوك لي دو لا شارنيير سونترال هذاك المدافعين الأواسط سواء الوادني ولا مندي عندهم une course ils sont pas rapides هما ils sont trop forts في le duel 1 contre 1 ils sont trop forts يعني هما يعني شداد في مواجهة رجل لرجل ولكن وي من تكون ستاتيك تكون اون فاز اريتي ولا يكون ان كوفرون ولا يكون اللاعب ماشي اون موفمون ماشي يجري ماشي اون فيتيس بصح اون فيتيس عندهم ان غرو بروبليم باكسيليراسيون يبدو كيما شفنا هنايا في هذيك النقطه ديال الهدف الاول ان اللاعبين ديال تشيرا استطاعوا باش بهذيك لا سور اكسيليراسيون يزيدوا في سميتو في الاكسيليراسيون ديالهم استطاعوا انهم يهزموا هذيك لا شارنيير سونترال ويسجلوا الهدف. الهدف الثاني ديال تشيرا هو كذلك قضيه ديال السرعه ديال المدافعين الاواسط لكن هذه المره واحد لاباس لازير واحد لاباس ديال اللاعب كيشوف على ان كاين مساحه في الظهر وغادي يستغلوا هذيك المساحه وشوف لا كورس نتاع لاتاكون اللي غادي يخرج ما نحبش عليه لا الوادي ولا مين دونك هنا كذلك هذا الشيء يوحي لنا على انه كاين واحد ان غرون بروبليم في لا كورس نتاع لي دو اريير سونترو عندهم واحد ماشي سرعه في رده الفعل ديالهم الا كانت هنالك مساحه كبيره داخل يقد يهرب لهم لاتاكون ويقد مثلا كذلك كما شفنا في لا كونفيرسيون اوفونسيف مرتد الهجومي كما شفنا في الاول الا كان عاوده تنفذ بسرعه وشرط كذلك على انه نطلعوا اكبر عدد ممكن من اللاعبين في البيت كانوا يطلعوا ازيد من 4 ديال اللاعبين كانوا 4 كون 4 واستطاعوا اللعابه ديال الشيره باش يسجلوا الهدف. نفس الهدف حنا العام فايت الجيش كونتر بركان ريكوبيراسيون دو بال لا بيرت دو بال ديال حليمات وتسونطرات المليوي والمليوي مشى اون فيتيس وماركا الجول دونك مالوروزمون المليوي اللي بليسي جو سي با واش غادي يلعب ولا ما يلعبش لكن الا كان عندنا شي لاعب سريع ويكون افيكاس ديفون لو بوت كاين كذلك امكانيه ديال اقتناص اهداف بهذه الطريقه هذه لان السرعه ديال في المرتد السرعه ديال المدافعين الاواسط ماشي حتى تما وممكن يتجاوزهم المدافع اذا كان سريع. فعلا سي مريم مشكور بعدا على التوضيحات اللي طرقت لها يعني صوت وصوره. فتكلمنا بشكل كثير على نقاط الضعف ديال فريق الجيش الملكي. طبعا فريق عنده نقاط قوه كذلك وهنا سي مريم اختارت لنا مباراه ديال فريق الاهلي وتكلمت على الانسلال من الاطراف. تماما السي هذا سي ان كلاسيك عند الاهلي لي دو بوزون اللي عندهم هما الفحلي وحمودان سي دي فلاش لاعبين سريع بزاف وهما عارفين هذه القضيه هذه وكيستغلوا هذه المساله هذه سواء على اليمين سواء على اليسار كما نشوفوا هنايا على ان ديك لابينيتراسيون ديال الفحلي دو واحد لا فيتيس وراه لعب معنا ونعرفوا السرعه ديالو ونعرفوا يعني لي تري فور في 1 كونتر 1 وكذلك لاعب حمودان لاعب اللي سريع لاعب اللي عنده واحد لا بوينت دو فيتيس تاع ان سبرينتر دونك يستغلوا هذه المساله هذه قوه كبيره ديال فريق الجيش الملكي اللي الحد منها وجب امر مهم هو ما خصناش نخليو في لي كولوار هذوك لي ديفونسور نخليوهم بوحدهم خص ديما تكون هنالك يكون واحد لا سوبرجيون يكون واحد التفوق عددي لصالح فريق النهضه البركانيه ضد هاد اللاعبين لانه اذا كان غير لاعب واحد راه
facilement il va être effacé, facilement il va être éliminé سواء طرف حمبودين سواء من طرف فحلي. لذا وجب واحد التآزر وواحد لا سوليداريتي ديفونسيف، يكون هنالك واحد يعني كيما نقولوا واحد لا كومبليمونتاريتي اونتر اللعابه، يكونوا لي كونسين لي دومي داف، ولا يلعب بدو سونتينال، لعبنا بجوج ديال لي دومي ديفونسيف، واحد يمشي على اليسار وواحد يمشي على اليمين، يكون ديما في البال ديالهم على انهم خصهم يعاونوا سواء الظهير الايمن او الظهير الايسر، لان عندنا جوج لعابه صراع وخطيرين في الجد. فعلا السي منعم كذلك اختارت لقطة أخرى من مباراة الوداد الرياضي وسميتها بالاستحواذ والاختراق السريع. تمام السي محمد. هذه اللقطه الاخيره نبين فيها على ان فريق الجيش الملكي الى خليت له هذيك المساحه ديال اللاعب والحريه ديال اللاعب كما خلاو الوداد هنا يبقاو يشوفوا، يعني ما يقدرساوش هذاك لو بريسينغ كوليكتيف، وكل لاعب يمشي بوحده، ما كاينش اون دي كوليكتيف نتاع شوفوا. حتى لا كورس نتاع اللعابه ديال الوداد اللي سي اون كورس نونشالونت، يعني داك الشيء ماشي، ما كاينش لانياك، ما كاينش هذيك الحماسه في محاوله استرداد الكره او نزع الكره. شوف يعني يخلوهم يلعبوا السي محمد. استطاعوا على انهم يديروا واحد التدوير ديال الكره وتنويم ديال الخصم بواحد الطريقه في الاول غير شويه كيما نشوفوا على جميع الاطراف، كيبالونسيو بهذا لو كوتي دغوا لو كوتي غوش باش ينوموا الخصم، وفدان كو من يوصلوا واحد العدد كيمشيو على الاجناب على الجنب ويغيروا السرعه. وانت تشوف هنا هذيك الدريبل ديال حضرف اللي غادي يعطي الكره للفحلي وغادي يسجل الهدف. نعيد ونقول على انه من مراكز قوه ديال نقاط قوه ديال فريق الجيش الملكي كذلك، وهذه القدره ديالو في الاستحواذ. ولا خليت له زاد عاونته وخليته يلعب اليس، يلعب كما بغا هو، راه ممكن غادي يعني كما نقولوا يخلق فرص، لانه عنده واحد الكاباسيتي، عنده واحد القدره في تغيير نسق اللقاء. الا خليته يلعب مرتاح غادي ينوم شويه، ولكن ابري كما شفنا غادي يكون واحد لو شونجمون رابيد بروسك للاعب. وشوف حتى الوادني اللي ديفونسور غادي يجي اون سوتيان ويفوت لا لين ميديان، وهو اللي غادي يعطي لافون ديرنيير باس باش غادي توصل الدراك يعطيها الطرف كما نشوفوا هنايا ويسونطري الهدف. يعني كتله متراصه، يعني لاعب جماعي شارك فيه حتى المدافع الاوسط. هذا الشيء هذا اللي حنا نفتقدوه في بركان للاسف الشديد. مثلا كان السنه الماضيه من كان عندنا تحيف كان يقوم هذا العمل هذا بحال هذه اللقطه اللي راه دارها الوادني. كان عندنا حدراف باردون، عندنا تحيف سوفون كان يطلع اودولا دو لا ميديان، يطلع فوق السونتر، فوق الشريطه ديال السونتر باش يمد هذاك لا سوبيريتي نيميريك باش يعطي حلول كذلك. مجمل القول خلاصه القول هنا على هذا المساله، هذه نقص القوه ديال الجيش الملكي هنا. انا كما قلت لك il faut pas laisser لي فار يلعبوا كما بغاو هما، لانهم الا خليت لهم الكره وخليت لهم متسع من الوقت ومتسع من المساحه كذلك ممكن يضرب، لان عندهم لعابه يزيدوا لا بينيتراسيون ويزيدوا الدخول في المعترك. مساله اخرى ما درناش عليها فيديو سي وحده، كنت انا هضرت عليها قبل في واحد الصفحه ديالي. من نقاط القوه كذلك الخطيره ديال فريق الجيش الملكي هو الكرات الثابته، الكره الثابته التي يجيدونها ويلعبوها بطريقه واحده، يلعبوها دون لا ميم زون في الوسط مع عند النقطه ديال يتيروها عند النقطه ديال البينالتي، ويستناو يعني يطلع واحد اللاعب اون ديفونس. وكنت استنيت شفت زعما يعني شفت كاع لي كورنر ديالهم يلعبوهم بهذيك الطريقه، يلعبوهم اون ديتون، يلعبوا توس دي دغواتي اللي يتيريو. واستنيت زعما شفت نهار اللقاء ضد فريق النهضه البركانيه واش غادي يغيروا الطريقه ديال اللعب، ما غيروهاش. واشاك فوا هذوك لي كورنر ديالهم السي محمد كانوا خطيرين، انه كان فرانشمون كانوا يتلقاو حريه باش يطلعوا اللعابه ديال الجيش الملكي، يعني كان ممكن جدا باش يسجلوا عن طريق كره ثابته. لهذا هذاك نقطه اخرى ما درناش فيديو ديالها ولكن درناه في مناسبه سابقه، ويجيبوا الحيطه والحراره كذلك من هذه المساله هذه. ونحير نوليو اللقاء ديال الذهاب عدد لي كورنر نتاع بركان مقارنه مع الجيش. بركان 4 ديال لي كورنر، الجيش 9 ديال لي كورنر. هنا كذلك تبين على انه ما هنايا كذلك عندنا ان بوان فور تاريخي كنا نجيدوا
كنجيو لي فاز اريت ونجيو لي كورنر، لكن ما خلقناش بزاف ديال الكورنر. نتمنى ان شاء الله في لقاء العوده نكون نخلقوا اكبر عدد ممكن من الركنيات، باش يكون عندنا فرص اكبر للتهديف ان شاء الله. ان شاء الله سي منعم. فغادي نختموا بالسؤال الاخير واللي عباره سي منعم على بالنسبه لك انت تابعت المباراه ديال الذهاب، عرفت نقاط القوه نقاط الضعف بالنسبه للفريق الشمالكي، التشكيل المتوقع بالنسبه لك اللي يقدر على انه ينجح بالنسبه لفريق النهضه بركانيه في هذه المواجهه. غادي نكون صريح معك السي محمد، انايا وطريقه حاجه التنشيط، انوي. نعم. قلت لك التشكيله وطريقه التنشيط بالنسبه للمدرب. نعم. غادي قبل ما نعطيك يعني طريقه التنشيط وسميتو، بغيت نوه بواحد الزوج ديال اللعابه اللي وصلوا اون رومبلاسون، هما ساديل وبوخريس، واداو لقاء رائع جدا. زعما الصراحه كنا خايفين على انه ربما ما عندهمش بوكو طون دو جو في لي بي ديالهم، ما عندهمش، لكن زعما ils ont sorti un très grand match. ونوههم. جوابا على سؤالك سي محمد، انا نتمنى واحد 4 2 3 1. علاش خصنا واحد لي دو سونتينير؟ لانه عندنا خصاص، ما عندناش ان دومي داف لي دو ميتي. من مشى لا كامارا وسيدي بي راه بليسي. نتمنى لو كان سيدي بي يتريتا بلا يدخل سيدي بي وسميلو وهذاك عبيد او دومي داف، ولا لا ديفونس نخليوها كيما كانت. واخا من عود راها ولا ما عرفتش انا واش غادي يقدر يجازف به الشعباني، ولكن نظن على انه لا لين ديفونسيف كامله على با دي ميريتي، سوف هذوك لي فوت ديال عسال ولا ديال قندوس، هذوك لو كارون ولا جيتو ربما غادي يفون سي ريغولي مع لو طون. نتمنى 4 2 3 1 لي 3. انا نتمنى انه الى المرابط راه اون فورم شويه، حيت تدخل بلاصون الى دار شويه ديال الوقت ديال اللاعب في رجليه، نتمنى الرياحي يريض ويدخل مرابط ويدخل شويعات ومهري. ما يخص بالهجوم، انا غادي نطرح لك واحد التساؤل السي محمد. الجيش الملكي يلعب ان افون سونتر، ما كيلعبش يعني قلب هجوم صريح، كيلعب هجوم وهمي. الفورماسيون التاليه عندهم ما يلعبوش بتسعه، يدخل رومبلاسون هذاك التسعه ديالهم. انا اتمنى ان ربما في ظل غياب راس حربه حقيقي، لا باسيلي لي با اون فورم باش يدخل تيتولار، ربما لعبوا بدون راس حربه ولعبوا براس حربه وهمي. نديروا واحد لا سوليسيون اللي كما مثلا هما الجيش هذاك الساعه ديالهم ما يماركيوش، ما عندهمش افونسون تاع صحيح. انا نتمنى باسين يكون استرجع ويلعب هو تيتولار كاع ساعه. وكما قلت لك انا التنشيط كيما نشوفوها كنشوف اون انيماسيون اون 4 2 3 1 و دو سونتينال، ويرجع فريق النهار كاين هذيك الهويه ديالو، هذاك اخراج الكره، هذيك لاكسيليراسيون ديال مهري نستغلوها كذلك، ونستغلوا كذلك هذاك لو جيني ديال شويعر، لانه بحال هاد المقابلات هما اللي يبانوا فيهم لي غون شامبيون. انا جيسبر كو منير شويعر يبرون اون مان ليكيب ويكون هذاك النهار انسبيري، يكون في نهارو براتيك هذاك الفوتبول كي سي فير. باسكو شفت هو دي فوا شفت شحال مره الحل كيكون عند شويعر، تشوف موقف مع الهلال مع مجموعه ديال اللقاءات ما تستناش كاع حتى يلقى الكره في الشبكه. نتمنى ان شاء الله على الشويعر يكون في نهارو، ونتمنى ان شاء الله على الفريق يسترجع مورالمون هذاك البريق ديالو. وكنت نقول لك انايا شخصيا على ان الفريق اللي غادي يلعب بمعنويات ربما مرتبكه شويه راه هو فريق الجيش الملكي. لان فريق الجيش الملكي واخا فريق كبير وعنده تاريخ وعلى راسنا وعيتو، لكن مؤخرا التجربه الافريقيه في كفه فريق النهضه البركانيه. وفريق النهضه البركانيه عودنا افريقيين على انه لا دي ان ديالو ولات هذه المساله ديال الحسم في اللقاءات الافريقيه كيكون حاضر فريق النهضه البركانيه وكيبان بواحد الوجه اخر. نتمنى ان شاء الله ان هذاك الشيء يكون غدوه ان شاء الله،
والفريق المغربي يخرّج هذاك لو فيزاج ديال غوبونشار اللي عنده، هذاك لو فيزاج اللي شفناه في المنافسات الإفريقية، ورجعنا في نتائج في لقاءات اللي كنا خسرنا ب2 وخسرنا ودرنا ريمونتادات تاريخية. نتمنى إن شاء الله، أنا متفائل، وتفاءلوا خيرًا تجدوه إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله على أن الغد يكون الحس بالفريق النهضة البركانية ويمر للنهائي إن شاء الله. ان شاء الله السي منعم، وكنشكروك على الحضور ديالك معنا في هذا الحلقه، ونتمنى ان شاء الله ما تكونش اخر مره باش انك تحضر معنا في حلقات المقبله، وطبعا المباريات مرحبا السي المقبله، محمد. ولما لا في حاله تاهل فريق النهضه أن البركانيه تحضر معنا، وفي حاله تاهل فريق الجيش الملكي كذلك نتكلموا على المباراه ما عندناش مشكل. المقبله بالنسبه لفريق الجيش م الملكي امام فريق اللي غادي يواجهوا سان داوز او فريق طرجي. مرحبا السي محمد، وشكرًا على الدعوة ديالك، نشكرك بزاف على الدعوة. نتمنى إن شاء الله يكون هنالك لقاءات أخرى وإن شاء الله، ونتلاقاو في مناسبات نفرحوا بها إن شاء الله بتأهل فريق النهضة البركانية، وحنا بكل روح رياضية مع فريق النهضة البركانية. لكن فريق الجيش الملكي إلى حالفوا يعني النصر، ما عندناش حتى شي مشكل، ونصفقوا له ونتمنوا له أنه سيكون ممثلا للمملكة المغربية. حنا جمهور بركاني، جمهور رياضي وجمهور وطني، كيما نقولوا كيحنا بلي نحكي حنايا كرة. كان أي فريق مغربي يشارك في المنافسة الأفريقية كنشجعوه، سواء ربحت بركان غادي نشجعوا بركان، ربح الجيش الملكي سنكون قلبا وقالبا مع الجيش الملكي إلا فاتوه مع كذلك لا فينال. ونشكرك السي شكرا محمد سي على الدعوة. منعم، شكرا لكل متابعي ومتابعات موقع البالون، نتلاقاو ان شاء الله في مناسبه اخرى، الى اللقاء. السلام عليكم.